احنا طول الوقت بنسمع أنا مضغوط، وبنقول احنا مضغوطين. الضغوط محوطانا في كل حاجة في حياتنا. هنتعلم يعني ايه ضغوط، وهنفهم أكتر عن الضغوط وأنواعها مع بودكاست إدارة النفس مع دكتور هبة صبري، لايف كوتش من ICF في علم النفس الإيجابي، وممارس للعلاج المعرفي السلوكي، خبرة فوق 20 سنة في مجال التعليم وإدارة المدارس. بنرحب بيك يا دكتور هبة. أهلا بحضرتك. كنا حابين نعرف من حضرتك يعني ايه ضغوط أصلا. الحقيقة لو بدأنا نتكلم عن الضغوط، خلينا نقول قبل التعريف إن إحنا في زمن الضغوط، محاطين بضغوط كتير قوي في أشغالنا، في الطريق اللي بنمشي فيه، في علاقاتنا. كل واحد مننا ليه تعريف خاص بيه للضغط، ولكن عشان أقرب للناس وللمستمعين ممكن إحنا نقول إن لما أنا بحس أو بشعر إن في موقف معين بيمر عليا إن أنا مش قادر أسيطر على مم. الموقف ده، او ان انا بشعر بالتهديد لانه في متطلبات ممكن تكون اكبر من قدراتي، او قدرات مش عندي اصلا، او اني بحس ان انا مش قادرة اعمل كوبينج مع الموقف بشكل عام. ممكن تكون كمان المتطلبات دي تكون جاية من العمل، من شغلي اللي انا بقضي فيه 8 او 9 ساعات يوميين. ممكن تكون جاية من العلاقات، ممكن تكون ضغوط مادية، او اي موقف بشكل عام بيشعرني بالتحدي او التهديد. يعني نقدر نقول إن كل واحد ليه معنى خاص للضغوط. أكيد طبعا، يعني احنا حتى زي فكرة السعادة، لو أنا سألت أي حد إيه السعادة مفهومها بالنسبة لك، كل حد لو عندي قاعة فيها 100 شخص كل بني آدم هيطلع بإجابة مختلفة. نفس الفكرة الضغط، كل واحد أقول له يعني إيه ضغط بالنسبة لك، ممكن تطلع لي 1000 إجابة وإجابة. طيب هو احنا ممكن نحط الضغط في إطار أو في مواصفات معينة؟ يعني إمتى نقول إن الشخص ده مضغوط؟ إيه قصد حضرتك؟ ان انا ممكن اتكلم على الاعراض، ان انا ممكن مم. ايه اللي انا لو شفته في نفسي ممكن ابقى اشعر ان انا يعني بعيش تحت ضغط. هو طبعا مظبوط. الحقيقة الاعراض كتير، يعني ممكن الاعراض لو احنا حبينا ان احنا نقسمهم ممكن تكون اعراض فيزيكال، بشكل جسدي بتظهر على جسمي، زي ان انا مثلا عندي صداع، عندي بشتكي من القولون بشكل دائم، عندي آلام في العظم، عندي آلام في الرقبة. ممكن تكون ايموشنال برضو، ان انا بتعصب بسرعة جدا، المود او المزاج بتاعي متغير. ممكن انا عندي مشاكل في الكونسنتريشن او التركيز بشكل عام، دايما بحس او بشتكي ان انا عندي انرجي قليلة، عندي فقدان للطاقة، فقدان للشغف، عقلي زي ما بنقول عندي فوجي برين اللي هو مشوش، ما فيهوش الكليرنس او الوضوح في الفكر لما باجي اعمل مهمة معينة. احيانا برضو الناس المضغوطة لما بتتعرض لاي موقف او نوع من انواع التريجرز بنلاقيها بتنفجر يعني انا بتفاجئ بالانفجار او موجة الانفجار في الغضب. يعني يعني نقدر نقول إن الضغوطات عامة بتترجم لأعراض بنشوفها في حياتنا يوميا، زي اكيد. الصداع، القولون، وما إلى ذلك. طيب ده ياخدنا لنقطة مهمة جدا. هو إيه أصلا سبب الضغط؟ الحقيقة الأسباب كتير، وزي ما احنا عملنا ريفرنس في البداية قلنا إن كل شخص ليه السبب الخاص بيه، ولكن احنا ممكن نتكلم مثلا بشكل عام. هو طبيعي إن طبعا بعض المواقف ممكن تبدو لشخص انها ضاغطة جدا، وتبدو لشخص اخر انها لا، يعني اتس اوكي، وان هو عارف يتعامل. ولكن احنا هندي شوية هنتس كده ممكن تخلي الناس عندها وعي اكتر ان ده ممكن بيشاور على ضغط. احنا بشكل عام ممكن نتفق ان الشغل بشكل عام ممكن يسبب نوع من انواع الضغوط علينا. الفلوس وقلة الفلوس والدخل المادي والضغوط المادية تسبب مشاكل عندي وضغوط. المشاكل اللي في العيلة، لو أنا عندي طفل مثلا عنده مشكلة صحية مش أحسن حاجة، أو عندي إحساس بالفقد أو إحساس بالوحدة، ده ممكن يعمل لي ضغط. المشاكل العلاقات، الزواج والطلاق، ده ممكن يعمل ضغوط. السواقة في المناطق الزحمة دي ممكن تعمل ضغوط. المرأة الحامل، المرأة اللي ممكن تفقد جنينها، ده ممكن يسبب ضغوط. احيانا بعض الناس كمان بتشتغل اشغال احنا بنحطها تحت الامبريلا بتاعت الستريسفul جوبز، يعني الناس اللي بتشتغل في الجيش، الناس اللي بتشتغل في الشرطة، الدكاترة. وخصوصا انا بريفير للوظائف اللي ملهاش مواعيد محددة، اللي هو دايما بيبقى زي ما بنقول اون كول.
في اي وقت ممكن ان هو يجري من، يعني نقول من الكومفورت زون بتاعته، او من حياته اللي فيها stability الى حد ما او استقرار، وبينزل لشغل. فطبعا ده كتير بيصيب بالضغط. ده لو هنتكلم على الحاجات الكومن اللي يعني يشترك فيها ناس كتير يعني. طيب احنا هنا ذكرنا ان في بعض المهن وبعض الوظائف بتتسمى ان هي مهن ضاغطة بشكل عام، وان اصحابها دايما انقول او دايما مطلوبين للشغل بتاعهم. طيب هل ممكن شخص يبقى شغال مهنة عادية جدا، ممكن يبقى مدرس بس هو في حياته مضغوط وبيشعر بالضغط دوام باستمرار؟ طبعا ده اكيد يعني. وده بقى كتير بيرجع، ما هي الفكرة برضو مش في الجوب في حد ذاتها قد ما في مم. البني آدم. أنا مش دايما على فكرة أسباب الضغوط بتبقى برايا. مم. أنا يعني عايزة أصدم حضرتك وأقولك إن 90% من أسباب الضغوط هي جوايا أنا، جوه فكري أنا. لأن أنا سبق وقلت إن ممكن يبقى موقف واحد بس استقبالي انا ليه يختلف مثلا عن استقبالك انت. فطبعا انا ليا مسؤوليه كبيره في الفكر. لو انا مثلا زي ما انت بتقول مفترض ان انا في جوب اللي هي مش تعتبر ستريسفول قوي، ولكن انا حاسس دايما طول الوقت بالضغط، ما ممكن انا اكون انا محمل بمسؤوليات كشخص، ما انا شخص واحد. فلو احنا قلنا هي باسكت واحده، فانا حياتي الشخصيه بتيجي على الشغل، والشغل بيجي على حياتي الشخصيه. فالاساس هو انا. هل انا مقدر محدوديتي كبني ادم ان انا شخص ليميتد، ولا انا كل شويه اي حد يعدي يرمي عليا مسؤوليه ما ببقاش عارف الحدود صح هي بتاعتي ولا بتاعت غيري، فبشيلها فوق دماغي وبكمل بيها. هل انا عندي financial problems او مشاكل ماديه في حياتي، هل انا عندي مشاكل صحيه، لان المشاكل الصحيه بتؤدي برضو طبعا للستريس. فكل طبيعي. ده بيصب في نفس الشخص. وطبعا زي ما احنا عارفين للأسف دلوقتي مجتمعنا يعني مليان السنجل مامز والسنجل دادز. فدي في حد ذاتها وضع ضاغط، مش شرط بس الوظيفة. طب بما إننا بنتكلم عن الآخر، هل من الممكن إن اللي حواليا هم يكونوا مصدر ضغطي ومصدر المعاناة في حياتي؟ يعني خليني اتفق على اتفاق ان انا لو حاطه في دماغي ان انا هغير، او ان السبب جاي من برايا اكتر مني انا، يعني خليني اوضح اكتر واقول لو عيني دايما على اللي برايا مش شايفه ان انا شخص مسؤول في الحته دي، لا انا اجزم ان انا هبقى شخص مضغوط جدا. انا لازم في كل موقف ابقى واضح جدا ليا ان انا شخص مسؤول. بمعنى ايه؟ خلينا نقول ان انا بتعامل مثلا بشكل يومي مع حد في الشغل مثلا بيتعدى حدوده معايا، او انا عندي في البيت اللي انا عايشه فيه ام او اب يعني او قرابه من الدرجه الاولى، شخص مثلا عنده اضطراب نفسي ما. فلو انا ما حطيتش الفريم وحميت نفسي بحدود واضحه، فبالتالي انا بقيت خلاص ضحيه للضغط بشكل كبير جدا. فقبل ما اقول اللي بره هو بيسبب كذا وكذا وابدا اشاور على برايا، لا انا لازم ابقى واخده بالي كويس جدا ان انا عندي مسؤوليه. انا عندي مسؤوليه ان مثلا المكان ده مش مناسبني، فخلاص انا محتاجه ان انا اتحرك من المكان في ظروف تناسبني. ببقى بهيئ نفسي، او بعمل خطوات مستقبلا within فريم وقت معين هتخليني مثلا انتقل من الشركه اللي هي تعباني دي، او ان انا بحط باوندرز معينه او حدود صحيه معينه حتى مع اقرب الناس ليا. حتى ديننا بيحس على ده، وصاحبهما في الدنيا معروف. حتى لو انا عندي للاسف قرابه من الدرجه الاولى، ولكن هم يعتبروا اشخاص مؤذيين لنفسيتي او لصحتي النفسيه. وده توبيك ممكن نتكلم فيه في حلقات جاية إن شاء الله، الأشخاص المؤذيين في وجودهم في حياتنا. بس أفهم من كلام حضرتك يعني إن أحيانا ممكن الإنسان هو اللي يختار الضغط. يختار الضغط لو هو افتكر ان هو شجره ما تتحركش. مم. يعني هو انا زي ما بقول لحضرتك احنا في مكان عمل مثلا، وهو مش احسن حاجه بالنسبه لي، وانا مم. مصمم ان انا اكمل بكل الكونديشنز دي. طب ما طبيعي ان انا هبقى اسيره الضغط. لو انا مع بارتنر مش بيقدرني كفايه، او مش عارف قيمتي كزوجة، او مش بيعاملني زي ما ربنا قال، وانا مصممة ان انا اغيره. خلي بالك من مم. النقطة دي. في ناس بتبقى متجوزة بمبدأ يعني انا عارفة ان هو كذا وكذا وكذا، ولكن انا انا عايزة اغيره. لا، هو مفيش حاجة اسمها عايزة اغيره. احنا مش داخلين في علاقة بنفصل بعض. في حاجة اسمها ان هو دي طباعه انت عارفاها من الاول، انت محتاجة انت اللي تعملي بقى رد فعل مختلف
إذ ربما ده يعني يجي على العلاقة بشكل إيجابي. طيب ده يوصلنا لبوينت مهمة جدا. أعتقد أغلب الأشخاص منتظرينها، وهي فكرة هو إزاي طيب أتعامل مع الضغط ده. التعامل مع الضغط يمكن من اهم الاشياء ان انا اول حاجه ابقى عارف ايه التريجرز بتاعتي. يعني ايه التريجرز؟ يعني ايه إيه الحاجات اللي بتدوس على مناطق الضغط بالنسبه لي. خلي بالك ان احنا احيانا بنتكلم مع عقلنا او يبقى عندنا حديث ذاتي مثلا، ان انا بقول بشكل عام. خليني اقول لك مثلا انا ببقى مضغوطه من المطبخ، مضغوطه من الطبيخ. خليني اقول لك بشكل يعني يومي ممكن ربة المنزل تقول الكلمة زي كده. لكن هي لو سألت نفسها مثلا سؤال بشكل تفصيلي اكتر، طب هو انت ايه اللي بيضغطك في المطبخ؟ ممكن انها تلاقيها مثلا بتحب الطبيخ لكن ما بتحبش البروسيس ما بعد الطبيخ مثلا، على سبيل المثال. في حد مثلا يقول لك موضوع الصلاة بره البيت ده ضاغط عليا. مم. لو جيت سألتها بشكل تفصيلي اكتر هنلاقيها مثلا ان هي ما بتحبش تتوضى بره البيت. انا بدي لحضرتك كلام يعني من نقدر الحياة اليومية. نقدر نقول هو سيلف توك، أنت بتتكلم مع نفسك إزاي. اكلم مع نفسي وما اديش نفسي بالعموم. يعني ما اقولش مثلا ايه الموضوع الشغل ده ضاغط عليا قوي، انا بفضل ان انا اقعد في البيت. مم. لا، انا محتاجه اسال نفسي اذا ربما انا كان عندي تجربه مع توكسيك انفايرمنت او بيئه مؤذيه للعمل، فانا خلتني احكم بشكل عام على بقيه العمل بشكل عام. فانا مم. قضيت سنه مثلا في التوكسيك انفايرمنت دي، فقررت بقيه حياتي ان انا اخد ديسيجن ان انا اقعد في البيت. لا، هو انت محتاجة تقولي لنفسك ان انت بتضغطي من الاشخاص المؤذيين. لكن انت لو رحتي ببيئة عمل الى حد ما فيها صحة نفسية وناس اسوياء، فانت هتبقي مبسوطة. لكن ما اطلقش الحكم بشكل عام لعقلي، علشان ده هيمنعني من حاجات كتير في التعامل، هيخليني انتي بيبل مم. يعني متجنبة المجتمع بقى بشكل عام. الحاجة التانية برضو ان انا ممكن اعلي فكرة البدائل في الحياة. يعني خلينا نقول ان مفيش طريق واحد ممكن يوصلني لنفس الديستنيشن او المكان اللي انا عايزه اوصل له. لا، في اكتر من مكان ممكن يوصلني لنفس النتيجه. بمعنى ايه؟ يعني ده برضو ممكن، يعني الحياة ما فيهاش شورت كات يا جماعة. يعني الحياة مش تقدر تاخد فيها كل حاجة بطرق مختصرة وملتوية وبسيطة. الحياة بتحتاج قدر ما من المجهود وقدر ما من الوعي والمعرفة، وده اللي بتوضحه لنا دكتور هبة صبري. مظبوط. اكيد، لان الحياه مليانه بدائل، والشخص انا بشوف ان الشخص اللي بيتبنى دايما البدائل ده هو الحقيقه هو شخص عنده مرونه في شخصيته. يعني لان في ناس برضو بتتشدق بحاجات خطأ، فتقول لك انا راجل ستريت وواحد زائد واحد عندي يساوي اتنين، وانا الابيض الاسود. لا، هي حقيقه الامر ابيض واسود ده اصلا thinking distortion زي ما بنقول، او تشوه فكري. لا، هي الحياه كلها جراي، والحياه كلها in between، والحياه كلها فيها choices كتير. فانا محتاجه ان انا ابقى عندي البدائل. لو انا شكلي او وزني عامل عليا ضغط، انا اوفر ويت مثلا فور اكزامبل، وانا I couldn't cope او امشي مع فكره الدايت، خلاص مم. انا ممكن اخد بدايل. انا بدل ما انا هاخد الاكستريم واقول انا همشي دايت وستريكت واعمل واسوي 100,000 خطوه، لا، انا ممكن بمنتهى البساطه ابدا بخطوه بسيطه. ان انا مثلا ايه اقلل في الفطار بتاعي، ان انا اشيل جزء من العيش، وكاني بطبطب على نفسي بهدوء عشان انا في موقف ضاغط. مم. فباخد نفسي بالهدوء بالراحة، بكونسبت الرحمة في مم. التعامل مع النفس. فده طبعا ده تكنيك يقدر ان انا يعمل لي مانجنج للستريس. فكرة ان انا ابقى فاهمة كويس قوي ان في بعض الاماكن هي مش جنة على الارض، او الدنيا كلها مش جنة على الارض. لا، هو في بارت منها موجود ستريس. زي ما احنا قلنا بيئات العمل، وكلنا يمكن بنتكلم في الحتة دي كتير واللي شغلة أغلبية الناس، بيئات العمل من البيئات اللي فيها جزء من الاسترس، جزء من التشالنجز. لو هنشيل كلمة ستريس ونقول تحديات، هي ما فيش أي. لو انت هتمشي من المكان ده، يبقى انت هتمشي عشان هو فيه أذى كبير، عشان هو فيه إحساس ان انت مش قادر فعلا تكوب مع الناس دي. لكن اوعى تتخيل ان انت هتروح للاكستريم، او ان انت هتروح 100% انت مبسوط قوي مم. من المكان اللي انت فيه. هيبقى فيه part of، بس هي الفكرة البرسنت عندك قد ايه، قدرتك انت قد ايه، وهل انت عندك مسؤولية ولا لا. ما انا ممكن انا اكون شخص مثلا ما بعرفش اقول لا، people pleaser، عايزة ارضي الناس كلها. ارضي الناس كلها فهيحصل ايه؟ كل حد معدي هيحط لي شوال شغل على دماغي، صح ولا غلط؟ هيبقى مظبوط. اه. الاحساس ايه؟ ان انا ستريس في الاخر. فاذا هي تاتي من نفسي برضو.
فالموضوع يعني كبير قوي. ولكن من التكنيكس او من الحاجات اللي انا انصح بيها الحقيقه ان انا دايما ابقى محاطه وسراوندد بالناس البوزيتيف. البوزيتيف بمعنى الناس اللي بتدعمني، الناس اللي بتسمعني فعلا، بمعنى انها بتسمعني مش عشان ترد، لا هي بتسمعني عشان عايزه تستوعبني. ان انا ابقى بعمل بادي كير لنفسي. يعني ايه بادي كير؟ ان انا بهتم بالصحه العامه بتاعتي. لما الاقي نفسي فقدان الطاقه كده ومش قادر اعمل تشيك اب، اروح اشوف اخباري ايه، الميديكال، يعني الميديكال باكتشر بتاعتي عامله ازاي، عندي فيتامينز ناقصه، عندي انيميا، عندي ايه، اهتم بمظهري لان المظهر ده من الحاجات اللي بتسعد البني ادم. اهتم بنومي والكواليتي بتاعت نومي. اعمل اكسرسايزنج بشكل ريجولر، اتمشى في ابسط الصور. برضو هنقول نرجع تاني للبدايل. مش شرط ان انا اشترك في جيم وجيم غالي، لا خالص. ممكن اتمشى لمده 10 دقايق كل يوم. ممكن اعمل مايندفولنس، ان انا اصحى كده بدري قبل شغلي، اخد ربع ساعة بس مي تايم، اسميها مي تايم. ده انا، دي بتاعتي انا بس. بشرب فيها فنجان قهوتي، بشرب فيها كوباية الشاي بتاعتي، بتأمل بهدوء، برسم يومي. الحقيقة حوارات كتير قوي ممكن ان انا اعملها. رجوعا للنقطة الخاصة بإنك الأشخاص اللي ما بيعرفوش يقولوا لأ مم. أو ما بيعرفوش يقولوا ستوب، يعني عايزين خطوات عملية. هو ممكن يكون بيتحرج أو بيتكسف، فبالتالي هو دايما عايز يرضي الآخرين على حد قول حضرتك يعني في النقطة دي. فإيه الخطوات العملية؟ الخطوات العملية ان انا نمبر 1 ابقى حاسة بالفاليو بتاعتي قبل ما بتكلم مع اي حد. انا يعني عندي فاليو، والمكان ده مكان محتاجني علشان انا بقدم حاجة معينة، يعني في بنفيت المكان ده واخدها مني، فبالتالي هو مكمل معايا. ايمانا مني ان انا شخص بنفشل للشركة دي او لمكان العمل ده، فبالتالي انا عندي فريم بتحرك فيه. ليه؟ ما هو محتفظ بيا وهو كاتب عقد معايا لان انا بقدم كواليتي معينة من العمل. فلما انا اخد اوفر بقى المسؤوليات بتاعتي، هيحصل ايه؟ الكواليتي بتاعتي هتتضر. فاذا انا بشكل غير مباشر بضر البراندنج بتاعي او خلينا نقول رؤية الناس فيا. نمبر 1. نمبر 2 ان انا مش هبقى في احسن مود في المكان. وفكرة انا فاهمة كويس قوي ان الناس اللي بتقلق تقول لا ليه، لان هي بتبقى بتفتكر ان دي رودنس منهم او عدم لياقة في الكلام. لكن خلينا نقول ان انا ممكن اقول لا بمنتهى الشياكة في الدنيا. ان انا ممكن مديري يقول لي مثلا انا عايزك تخلص الفايل ده والفايل ده والفايل ده، فممكن اقول له مثلا هو باقي في اليوم 3 ساعات، فانا لو عملت ده هيجي على حساب الفايل الفلاني، حضرتك حابب اختار اني فيهم؟ فاذا انا وكاني رديت له الموضوع تاني. هو اللي بيختار، مش انا اللي بقول لا ومش هينفع. يبقى الكوميونيكيشن هنا بيلعب دور كبير قوي. عظيم جدا. بحيث ان انا برضو اخليه هو الموديل اللي يختار انهي المناسب ليه اكتر. بالظبط. انا زي ما قلت لك الناس بتعتقد ان انا هقلب الترابيزه لما اقول لا، مم. او هيبقى فيه رودنس في طريقه الكلام. لا خالص، انا مجرد ان انا بعرض الواقع. انا ناقص في اليوم 3 ساعات، وحضرتك مديني 4 فايل، كل فايل منهم اتليست هياخد 2 hours. مم. فحضرتك ممكن تقولي ايه الأولوية اللي انت محتاجها. طيب ممكن يتقال لي لا كملي في البيت، فمحتاج ساعتها ان انا اسيت فورا الباوندرز بتاعتي، وان انا عندي فاميلي تايم مم. وعندي ارتباطات وكونكشنز وعندي اولاد. مش محتاج حتى ان انا ادي ديتيلز، انا كفايه ان انا اقول ان ده الفاميلي تايم بتاعي. عظيم جدا. واتصور ان لو انا بيئه عمل مم. كيرنج بالموظفين بتوعها وكيرنج بالناس اللي بتشتغل معاهم، مم. اتصور ان ده هيبقى مقبول جدا يعني. بنشكر حضرتك جدا يا دكتور هبة، ونتمنى إن شاء الله نشوف حضرتك في الحلقات الجاية، وانتظرونا إن شاء الله مع إدارة النفس مع دكتور هبة صبري.